انا كاستاذ جامعي، واش ملي كتاخذ الدكتوراه ديالك ودوز المباراة وتنجح وترجع استاذ جامعي وتكون عندك طلبة وعندك مسؤولية وكدير محاضرات وتعطل على الطلبة وما تعتذرش وتغيب على الطلبة وما تستدركش وتنقض على هاد التدريس عن بعد اللي كارثة. التدريس عن بعد دار في واحد الظروف استثنائيه ديال الكوفيد. دابا كاين اساتذه اللي كيلتجؤوا له ما قادش يدير الطريق، عيان، عنده مصالح اخرى الى اخره، كيدير تدريس عن بعد. هذا نجاح. كيقبلوا له دكتور في الجامعه؟ شنو كيقبلوا انه يدار تدريس عن بعد؟ طبعا مفتوحه هذه الامكانيه هذه. اذا شمن التدريس، شمن ناجح؟ هذا ناجح، هذا استاذ ناجح. الاستاذ اللي كيكون كيقري الطلبه ديالو وكتجي وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة وتيقول ما نوقفوا المحاضرة باش نمشيو نديروا صلاة الجمعة، وهو نهار الاثنين عنده محاضرة كيغيب وما كيجيش وما كيستدركش. هذا نجاح. نهار ديال الصلاة نوقف نقول لهم أنا أصلي صلاة الجمعة نوقفوا، وهذيك الأمانة اللي عندك. هذا هو المسلم. النجاح واش الفنان اللي كيدير اغاني وكيطرب الناس اللي المفروض يرقى بهم بالروح ديالهم ويذوقهم ويرقى بالذوق ديالهم، اللي كيطلع فنان او فنانه ويقول كلمات نابيه، سلوك نابي، يحمل في يده القنين من النبيذ او من الكحول والمخدرات وكيتسفوه بكلمات تحشم تسمعها. هذا نجاح. هذا هو النجاح. الناس اللي كيكونوا في المواقع الاجتماعيه وتيديروا التفاهه، كيقولوا التفاهه وتيتصرفوا بالتفاهه وتيتميعوا علينا بلا ما ندخل في التدقيقات والتفاصيل بما يندل له الجبين، وكتلقى تبعوا 2000 و3000 ومليون وجوج وثلاثه. هذا هو النجاح. الإمام في المسجد تلقاه كيصلي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو يخون الأمانة ملي كيخرج كارير شي واحد ياكلو فكراته. هذا نجاح. ويكذب على جارو، هذا هو النجاح. وكتلقى واحد غادي بالسيارة فاخرة ولباسه فاخر وكيحل الدجاجه وكيلوح الازبال من الشارع. هذا هو النجاح. السياسي اللي كيواعد وكينجح في الانتخابات ومن بعد ما كيعاودش يشوف نهائيا ذاك المواطنين، في وقت اللي ملي كنا في حمله الانتخابات كيدوز عندهم كل نهار وكيتصور معاهم وتياكل معاهم الهنديه ويشرب معاهم الماء من عند القراب ويوقف معاهم في راس الدرب وما يخلي ما يدير معاهم، ومجرد ما كينجح كينساهم، ما كيبقاش يضرب فيهم الفقيد وما يعرفشهم كاع شنو المشاكل اللي عندهم، حتى كيبداو يقلبوا عليه هما غي يشوفوه كيشوفوه بحال دايز. هذا هو النجاح. انا بالنسبه لي هذه خيانه للامانه، هذا اغتيال للامانه. والامثله كثيره كثيره، حتى البرامج التلفزيونيه صحفي كتلقاه يحاور مسؤول، فوت اللي يحاوروا بالامانه وبالمسؤوليه ويوضع الاسئله اللي كينتظروا المواطنين، اللي كتحرق القلب ديال المواطنين باش يخرج من ذاك المسؤول ويواجهه بالمسؤوليه ديالو، يعرف شنو هي الامانه اللي على العاتق ديالو. لا الصحفي يعرف امانه اللي على العاتق ديالو ينقص يوصل الخبر الحقيقي، ولا المسؤول يعرف يذكروا للصحفي بان عليه امانه ويطرح اسئله بسيطه لكن دايز في برنامج تيدوز في الذروه. هذا هو النجاح. الصحافي اللي خلاه القلم ديالو ورجع تابع الاشهار، هذا هو النجاح. الصحفيين وضعوا اقلامهم وتركوا المساحه والمجال لمن؟ للتافهين. والعلماء ايضا تقهروا وحتى هما رجعوا اللور. هذا نجاح. راه الانسان اللي تيكون عطاه الله شي حاجه راه خصو يعطي منها ويكون امين في داكشي اللي عطاه الله، ويعطي بامانه ويعطي باخلاص ويعطي بصدق، لاننا هذا الشيء احنا اللي محتاجينه باش نبنيو بلادنا.
راه قبل ما نهضر على المسؤول، راه كل مواطن مسؤول. الحديث ليس بالعبث، لم يأتي عبثا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.